والحدوته بتكمل مع النينجا واللي بيوصلوا لانجاجو اثناء ما اسبرا وتعابين النار شغالين تدمير في المدينه كلها، وكل واحد اساسا بيكون مرعوب من المنظر اللي قدامه. المهم النينجا بعد كده بيعرفوا ان اسبرا في طريقها للمتحف علشان في سلاح مهم محتاجاه، فبيقرروا ساعتها ان هم يروحوا قبلها يمكن يلحقوا السلاح ده ولا حاجه. وفي الطريق بيقابلوا شويه تعابين ناريه فبينزلوا الضرب فيهم، بس المشكله هنا ان كاي بيكون ما عندوش اي قوه، لان زي ما انت عارف اسبرا اغتصبته واخدت منه عنصر النار بتاعه، وطبعا هو بيكون محبط جدا ومش عايز ان هو يروح مع النينجا المتحف اصلا. ولكن النينجا بيقدروا ان هم يقنعوه بان قوه العنصر مش كل حاجه، وانه في الاول وفي الاخر ما انت نينجا يا عم الحاج برضه. فكاي ساعتها وبقيه النينجا بيوصلوا للمتحف، ولكن اسبرا بتكون وصلت قبلهم وبتدور على السلاح اللي هي عايزاه، ولكنها مش بتلاقيه، ولكنها بتلاقي قبر خادم ليها، فبتقوم ساعتها مرجعاه من الموت تاني وامراه ان هو يدور لها على السلاح ويجيبه لها. في نفس الاثناء دي النينجا بيدوروا في المتحف عن السلاح لحد لما بيلاقوه، واللي بيبقى مخطوطه اللي بيفتحها طاقته بتزيد، فبالتالي قوه العنصر بتاعته بتزيد بطريقه مهوله. وقبل ما النينجا يهربوا بيلاقوا ساعتهم اسبرا اللي بتهجم عليهم هي والجيش بتاعها، اثناء ما النينجا بيحاولوا ان هم ياخدوا المخطوطه ويهربوا، لان لو اسبرا خدتها هتبقى لا تقهر اصلا. وكان متوقع اسبرا بتاخد المخطوطه وقوتها بتزيد فشخ، وطبعا انت لو مش واخد بالك فهي معاها قوه عنصر النار، فعنصر النار بيزيد هو كمان، وتقوم جايه فشخ كل النينجا وامر جزء من التعابين ان هم يقتلوا النينجا، ولكنها بتسيبهم وبتمشي. بس ان هي بتستخدم قواها بانها بترش ميه على التعابين، وزين بيقوم جاي مجمد الميه دي، فالحمد لله يعني بيموتوا. فطبعا بقى دلوقتي لو بتسال امال هي اسبرا راحت فين يعني، فاسبرا ساعتها بتكون رايحه عشان تنتقم من الخائن اللي خانها وحبسها لمده الاف السنين، وبما ان معاها المخطوطه بتاعت الخاين فضل انها تلاقيه وتفشخه. لويد بيكون عايز ان هو يروح وراها، ولكن زين بيقول له ان هم اتهزموا مرتين قدام اسبرا، فاكيد مش هنروح نتهزم تالت، احنا مش ملطشه للدرجات دي يعني. انما الحل الافضل ان احنا نعرف اكتر عن الخاين اللي اسبرا بتتكلم عنه ده، ممكن نلاقي معلومات تفيدنا ضدها ولا حاجه لو عرفناه. طب هيعرفوا منين بقى عن تاريخ السربنتين القديم؟ اكيد من السربنتين ذات نفسهم يعني، مش محتاج ذكاء. فساعتها بيتقسموا الفريقين، وفريق لويد وزين ونيا واللي بيروحوا ورا اسبرا، وفريق كول وجي وكاي واللي بيروحوا ساعتها السكيلز، لانك لو مش فاكر فهو بقى مسالم وملوش في اي اكشن والكلام ده كله. بيقوم ساعتها حاكين له الوضع وبيسالوه ايه قصه اسبرا دي اساسا، فساعتها بيقول لهم ان ايام المعلم الاول كان في عداوه ما بين السربنتين والبشر، والسربنتين كانوا ممنوع ان هم يروحوا اراضي البشر والعكس صحيح، ولكن طفل صغير كسر القانون ده وراح اراضي السربنتين، وقاموا ساعتها حابسينه لحد لما تيجي السربنتينيه كده انثى انقذته من سجنه، وبقى هما الاثنين صحاب. ولكن الطفل الصغير ده نواه ما جايتش كويسه قوي يعني، او بمعنى صح هو كان شرير، وقام مشجعها ساعتها انها تنقلب على ملك السربنتين، وانت بقى سترونج اندبندنت سربنتينيه ولا ايه الكلام. ولكن اول لما انقلبت على الحاكم قام الطفل ابن خاينها باستخدام المخطوطه وقام مسلمها للحاكم، اللي هو خد يا ريس البت دي كده في الحكم. طبعا انت لو مش واخد بالك فالسربنتينيه دي تبقى اسبرا. طب مين بقى الخاين ده؟ ما احنا عايزين نعرف برضه يعني بالذكاء كده يا جدعان، ما هو مفيش غير امه يعني، ما هو طبعا مفيش غير الشرير الوحيد اللي من اول المسلسل، واللي كبير كفايه ان هو يكون عاصر السربنتين، واللي هو من 60 في 70 اصلا يعني، واللي يبقى مين؟ يبقى جارمادون مثلا يعني. احنا عندنا اي مشكله بنروح نلبسها في لورد جارمادون على طول، ما بنستناش. النينجا بيروحوا للمعلم وجاري بيقوموا قايلين له كل اللي هم اكتشفوه من اول اسبرا لحد موضوع جارمادون ده، فالمعلم لما بيسمع اسم اسبرا يقول لهم انها مش بتدور على جارمادون، انما بتدور عليا انا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طبعا احنا كده عرفنا ان الطفل من يبقى المعلم مو مش جارمادون. انا اسف ظلمناك يا ابوه، بس انتوا الاثنين ولاد نفس فمش موضوعنا. والله العظيم انت راجل صغرك ما اتغيرتش. المهم النينجا بعد كده بيتسلموا بيسالوه يعني يا حاج استهدى بالله بس ازاي لا مؤاخذه. فالمعلم هو بيحكي لهم انه هو صغير كان بيلعب مع جارمادون وكانوا زهقانين، فالمعلم هو بيقترح عليه ان هم يروحوا يبصوا بصه كده ايه القلم على ارض السربنتين، وبيقعد ساعتها بقى فاهم يوسوس له كده لحد لما جارمادون بيوافق، وبيروحوا ساعتها مع بعضيهم يتفرجوا على السربنتين وهم بيبنوا الاهرامات. يعني حتى كمان السربنتين سرقوا من الاهرامات، هو اي حد من هب ودب بيسرق من الاهرامات يا رجاله. المهم بيكونوا عايزين ساعتها يرجعوا، ولكن السربنتين بيفشوهم وبياخدوهم من الملك اللي اول لما بيعرف ان هم اولاد المعلم الاول بيقرر ان هو يحبسهم لحد لما يشوف بقى هيعمل مع امهم ايه. ساعتها بتيجي اسبرا السجن بتاعهم وبتقول لهم انها تقدر تحررهم، ولكن بالمقابل عايزاهم يبقوا اصحابها ويعلموها السبنجيتسو بما ان هم طبعا ولاد المعلم الاول. فجارمادون ساعتها بيوافق عشان كده هو مش هينفذ وعده يعني، ده جارمادون صباح الفل. ولكن اسبرا ساعتها بتصر ان المعلم مو يوافق هو كمان، وساعتها بيوافق وبتحررهم وبيقوموا جايين راجعين البيت، وزي المتوقع جارمادون عشان كده هو مش مهتم
مهتم اساسا ولا اسبرة ولا الكلام ده كله، صلي على النبي يعني. ولكن المعلم مو ما بيقدرش ان هو يخلي بوعده. تاني يوم بيروح اراضي السربنتين تاني عشان يعلم اسبرة الاسبنجيتسو، ولكن بياخد منها وعد انها عمرها ما تستخدم الاسبنجيتسو ده في الشر. فساعتها بتوافق وبيبدا المعلم مو ان هو يدربها لحد لما بتتقن الاسبنجيتسو بالكامل. ساعتها بيسيبها وبيرجع البيت، وجارمادون ساعتها بيكون شاف المعلم مو وهو بيدرب اسبرة، فبيزعق له ان هو علم سربنتين الاسبنجيتسو، وبيتخانقوا ساعتها مع بعضيهم لدرجه ان هم بيقعدوا شهور اساسا ما يتكلموش مع بعض. لحد لما في يوم المعلم مو بيشوف مجموعه من البشر بيهربوا من اراضيهم، ولما بيسالهم في ايه فبيقولوا له ساعتها ان ابنه ملك السربنتين واللي اسمها اسبرة اتعلمت الاسبنجيتسو وعماله تفشخ في البشر عشان ايه تاخد اراضيهم. فالمعلم مو ساعتها بيدرك خطأه وبيروح ساعتها لجارمادون وبيحكي له الوضع عشان يشوفوا هينيلوا ايه اساسا. واثناء ما هم بيدعبسوا في حاجه ابوهم واللي يبقى المعلم الاول، بيلاقوا ساعتها مخطوطه ممنوع ان هم يلمسوها، ولكن كالعاده طبعا الموجودين واخدينها وبيحسوا ساعتها بقوه رهيبه اول مره يحسوها، كانهم اخدوا منشطات كده ولا حاجه. بيقوموا ساعتها رايحين لاراضي السربنتين وبيشوفوا اسبرة وهي بتنقلب على ابوها وبتاخد الحكم منه بكل سهوله. فالمعلم وجارمادون ساعتها بيهجموا على اسبرة لان هم معاهم المخططات اللي بتخليهم اقوى، فبيبقوا اقوى منها بكتير جدا، حتى الاسبنجيتسو اللي اتعلمتها مش بتنفع عشان ضدهم. في الاخر بيهزموها وبيرجعوا الملك لمكانه من تاني. وطبعا انا مش محتاج اقول لك انه بيقوم حابس اسبرة اثناء ما المعلم هو بيخرج من الهرم، واسبرة بتقول له ينقذها ولكنه بيرفض. فاسبرة ساعتها بتتجنن وبتحس بالخيانه لانها انقذته من سجنه وهو خانها وما نقذهاش. وبكده نعرف ان الخاين اللي اسبرة بتدور عليه يبقى المعلم مو. صراحه هو ولا خاين ولا حاجه، هو انت اللي اصلا. اسبرة بتوصل لمركز التدريب اللي فيه المعلم مو والنينجا عشان تنتقم منهم. فالنينجا ساعتها بيقولوا لها يا عم يعني احنا جايين نتحمى فيك نلاقيك عايز اللي يحميك يا عم ابو. المهم المعلم مو بيقول لهم ان في الحقيقه هي مش مخطوطه واحده، انما هم اتنين، كان واحده بيستخدمها المعلم مو وواحده ثانيه بيستخدمها جارمادون، ويكون املهم الوحيد في هزيمه اسبرة ان هم يلاقوا المخطوطه الثانيه ويحاربوها بيها. ولكن المصيبه دلوقتي ان اسبرة بتهجم على مركز التدريب، فالنينجا ساعتها والمعلم مو بيضطروا ان هم يهربوا من مخرج سري، بيقوموا جايين رايحين للمستكشف اللي اكتشف الهرم علشان احتمال كبير جدا يكون عارف فين المخطوطه الثانيه. وفعلا بيكون عارف ولكنه ما بيكونش مهتم، وبيقول لهم ان هو اعتزل وخلاص يعني فاهم ومش عايز حاجه من الدنيا. بيقوم جاي يطرد النينجا، ولكن قبل ما يطردهم بيقول لهم ان هم يروحوا لمقر المستكشفين، ممكن حد هناك يساعدهم. النينجا بيروحوا النادي او مقر المستكشفين اللي ببساطه كل مستكشف بيقعد يحكي هو استكشافه ايه ومغامراته والكلام ده كله. المهم ان النينجا بيخشوا وبيقولوا لهم الحوار وان هم محتاجين المخطوطه. فبيقول لهم تمام يا رجاله عندنا وكل حاجه، بس ممكن اشوف كارت النادي عشان تعرفوا تخشوا بس يا رجاله. طب بالله عليك طيب يرضيك ادخلكم النادي من غير ما يبقى معاكم الكريدت كارد بتاع النادي؟ لازم يا باشا تستكشفوا عشان تبقوا مستكشفين بقى وتاخدوا العضويه والكلام ده كله، ما انتوا فاهمين اللي فيها. فالنينجا بيضطروا ان هم يتسللوا النادي عشان يعرفوا ياخدوا المخطوطه، وبعد شويه تسلل بيوصلوا للقبو اللي فيه كل الحاجات النادره. بيقعدوا ساعتها يدوروا على المخطوطه، وبعد شويه تدوير بيقدروا يوصلوا للمخطوطه، وهم جايين واخدينها ورايحين لاسبرة عشان يفشخوها مره اخيره وللابد. بيقوموا ساعتها نازلين معاها معركه كبيره فشخ لحد لما لويد بيقوم جاي ماسك تاني مخطوطه هو كمان، وبكده القوه بتبقى متكافئه، والمعركه ما بين اسبرة ولويد بتكون صعبه فشخ اساسا وطويله. وبعد شويه المخطوطه بتقع من لويد، فجي بيمسكها وبيكمل هو بداله، وبعد شويه ضرب بيمسكها كل بينزل ضرب في اسبرة هو كمان. ولكن زي ما هو متوقع بيجي دور زين وبيقوم جاي هاجم على اسبرة بالمخطوطه، والوحيد اللي بيقدر ان هو يجمد اسبرة وجنودها، وبكده بيبقوا انتصروا عليها والحمد لله. المهم المعلم مو علشان هو خايف على زين من قوه المخطوط، فبيقول له ساعتها ان هو يديها له، فزين بيتردد وبيروح عشان يديها له، بس اسبرة بتطلع ايديها من التلج وبتقوم جايه راميه التعويذه على المعلم مو عشان عايزه انها تنتقم منه. فزين بيقوم جاي زي المعلم مو واخد هو التعويذه اللي بتقتله. وطبعا النينجا بيكونوا مش مستوعبين اللي حصل ده، والمعلم مو بيكون هو اللي شايل ذنب موت زين. اسبرة بقى بتتحبس في سجن مخصص زي السجن اللي جارمادون اتحبس فيه، وبنشوف في اخر مشهد المعلم هو بيروح لها بيقول لها ليه يا بنت عملتي كده في زين؟ ده كان طيب وحنين والله وغلبان ومش بيعمل حاجه خالص، ليه تقتليه انت يا بنت؟ فطبعا اسبرة بتقول له اقتله؟ هو انت مفكر التعويذه اللي حذفتها عليك دي عشان اقتلك؟ لا انا كنت بس عايز اعذبك بان انا انفيك لعالم اسمه ذا نيفر، يخرب بيت امه اسمه ده، اسمه ذا نيفر ريلم ماشي، او لا عالم هو اسمه كده، ما علينا يعني. يبقى المهم ان العالم ده بيكون مظلم وبارد وهيتعذب فيه بقيه عمرك كله. وبكده احنا عرفنا والحمد لله ان زين ما ماتش والنبي، وان دلوقتي المفروض النينجا هيروحوا العالم النيفر زفت ريلم ده، مش نيفر ريلم يعني الاثنين بعد بعض ولاد. المهم يعني ان هم المفروض يروحوا عشان ينقذوا زين. المهم يعني بس كده ده كان ملخص النهارده، وما تنساش اسرح التاني جاي كتير قوي. لو حبيت نكمل قول لي في كومنت، وبالمره اعمل سبسكرايب لايك كومنت شير عشان يوصلك كل جديد. بس كده كان معاكم حدوته وتوته خلصت الحدوته.